السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بلا ما نطول عليكم، اليوم جبت لكم قصة واقعية كيعانيو منها بزاف ديال الناس في المجتمع ديالنا أو في مجتمعات أخرى. بلا ما نطول عليكم نبدا القصة. سلمى واحد المرأة عادية موظفة، راجلها موظف، يعني كيضربوا تمارة بجوج، عندهم وليدات. سلمى كتخدم، كتشقى، كتعب باش تجمع الفلوس ودير الدار. وفعلا تعاونات هي والزوج ديالها وشراو الساس، ومن بعد بناو الدار. سلمى حققت الحلم ديالها الاول وبنات الدار. وخاصكم تعرفوا ان سلمى باش تحقق الحلم ديالها وتبني الدار راه كانت حارمه راسها وليداتها وراجلها من جميع متاع الحياه. ما كتلبسش مزيان، ما كتاكلش مزيان، ما كتسافر، ما كتخرج، يعني حارمه راسها من جميع متاع الدنيا، وما حرمش على راسها حتى وليداتها وراجلها. المهم سلمى بقات كتقشف وكتقتصد وكتجمع حتى بنات الدار، ومن بعد بدات تاني كتقشف وكتقتصد وكتعز في راسها وفي وليداتها وفرجلها كل حاجه اللي يمكن ليهم تحقق لهم السعاده. وبدات كتفرش في الدار، كتفرشها باحسن فراش وكتأتتها باحسن اتات. ومن بعد دازت الكوزينه، جهزتها باغلى واثمن الاواني والكاع اللي كتحتاجو الكوزينه العصريه. فهمتوني اش كنقصد؟ يعني الاجهزه اللي موجوده في السوق حضرتها وحطتها في كوزينتها. ولكن سلمى حارمه راسها، كتلبس غير من البال، وكتلبس وليداتها غير من البال، وكتاخذ ليهم غير الحوايج اللي يمكن يعني يلبسوهم باش يتستروا بهذا المعنى. وحتى راجلها مزيرها عليه، ومن راسها ما نهضروش عليه. كتلبس بحالة عاملة التنظيف كيلبسوا حسن منها الصراحة لله بهذا المعنى. يعني كتلبس واحد اللباس في غاية التواضع، وبإمكانها تلبس حسن وتلبس وليداتها. ولكن سلمى حارمه راسها من جميع متاع الدنيا، وكتقشف بنات الدار، فرشاتها، جهزاتها. والمفاجأة اللي غتسمعوا هي انها مني دارت هذا الشيء كله هبطات نزلات وسكنات في المكازة. حرمت راسها انها تتمتع بحوايجها وبفراشها وبدارها. حرمت راسها ووليداتها وراجلها ولاو عايشين في المكازة كياكلوا في الماعن ديال البلاستيك، الماعن اللي ما لايقينش. المهم كقضيه بيهم الغراض كيفرشوا اي حاجه ماشي مشكل. الدار جهزات باحسن اتات باحسن فراش، وحارمه راسها. سلمى هذه حياتها، خليها الدار حتى يجي شي حد، تيجيو الناس يشوفوها وتيجيو الضياف ويدخلهم ليها، وهي عايشه في مكازه هي وليداتها بحال الفيران. ايوا سلمى بقات كتشقى وكتعب، كتجمع وكتقشف حتى دارت الدار وفرشاتها. ومن بعد اش وقع؟ سلمى جاها المرض الخبيث، جاها السرطان. ما كملات 6 شهور حتى ماتت سلمى. خلت الدار والفراش وهي حارمه راسها باش انها تمتع بفراشها وبحوايجها، وتلبس مزيان وتاكل مزيان وتلبس وليداتها، وتخلي راجلها يتمتع بفلوسه وتمتع في داره وفي فراشه. سلمى ماتت وراجلها كيبقى غير راجل. بعد مدة تزوج وجابوا مرة وحدة أخرى. واحد النهار جالسة المرة جديدة
مع وليدات سلمى وراجلها، وهي تقول للمرأة الجديدة: سيري سلمى الله يرحمك، خليتي ليا الدار ما خاصة حتى حاجة ولو معلقة. هو يقول لها راجلها، يعني راجل المرحومة سلمى، قال له لا يرحم فيها شي عظم، كانت حارمانة وقاهرانة ومعيشانة في الدل وفي القهرة. كي جاتكم سلمى حرمت راسها وحرمت المحيطين بها، وفي الاخر تحرمت حتى من دعوة الخير. سلمى كيفاش بغات ولادها وراجلها يترحموا عليها وهي ما رحمتهمش في الدنيا؟ ولادها وراجلها ما تمتعوا وارتاحوا في حياتهم حتى ماتت سلمى. علاش يا سلمى؟ سلمى كانت غالطة، كيحسب ليها انا دير الدار والفراش هذيك هي الحياة، هذيك هي السعادة، وتسكن في مكازة. وهذا هو حال بزاف ديال النساء وبزاف ديال الناس. كنتمنى رسالتي توصل لهم ويفيقوا من عيبهم. تمتعوا برزقكم، كولوا وشربوا ولبسوا، تهلاو في روسكم وتهلاو في وليداتكم، وديروا كل حاجة اللي كترضي الله سبحانه وتعالى. ما تغضبوش غير الله، وتمتعوا في حياتكم وما تحرموش روسكم. حوايجك تمتعي بهم انت الاولى، فراشك تنعسي فيه انت الاولى، دارك جلسي فيها انت الاولى. على داك التعب والشقه اللي شقيتي والقهره اللي ضربتي، علاش ما تمتعيش بهم انت الاولى؟ الضياف فين ما جاو عندك يجلسوا معاك. الضيف الا كان باغيني وقابلني يقبلني كما انا وجلس معايا في براكه وجلس معايا على الحصيره، ماشي حتى نبني ونعلي ونأتت ونفرج. لا، الا درت شي حاجه نديرها لراسي ونمتع راسي ووليداتي، ماشي نبني ونعلي ونمشي ونخلي. وفي الاخر حتى الناس اللي قهرتهم وعذبتهم عزوا فيا الرحمه بعد ما ماتي.